هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ عاملة معاكم النهاردة طاجن لحمة خطير. لو جربتيه مرة هتعمليه 100 مرة. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة، ومعاها ماسورة غسلتها كويس جدا وتكون مصفية من ميتها خالص. وهنزل بقى معايا هنا حلة بتغلي فيها مية، يعني بتغلي. هنزل بالماسورة وباللحمة بتاعتي. انا الطاجن ده هسلق فيه اللحمة 3/4 سوا الاول. خلاص. مش هحط اي حاجة في الشوربة. على ضمانتي بقى، عايزة تشربي شوية شوربة حلوة اعملي اللي انا هقولك عليه ده. انا هنا جايبة بصلاية متقطعة صغير، وطماطماية وجزراية. واحط بقى التوابل بتاعتي من كل حاجة معلقة صغير. فلفل اسمر 7 بهارات، حطيت لورا، حطيت قرنفل، حبهان مفتوح، عود قرفة، شوية مستكة. وقلبي الكلام ده كله كويس. طبعا مش هنحط ملح، الملح في اخر السوا خالص. قلبي الكلام ده كله كويس. ومش هحطه غير لما الشوربة بتاعتي تنضف خالص من الريم بتاع اللحمة. طبعا عارفين ان اللحمة بتخرج الريم بتاعها هي والماسورة. بشيله كده عندي بمصفى. اهو هنضف شوربتي خالص خالص. اهو شايفين بقى كده شوربتي بقت بيضة. طبعا الخلطة بتاعت البصل والطماطم دي قعدت بتاع ربع ساعة كده ولا حاجة. طبعا كلها اتخلطت مع بعض وريحتها خطيرة. اشربي بقى شوية شوربة، أطعم شوربة تشربيهم بالطريقة دي، وهتدعيلي إن شاء الله عليها. هنيجي بقى هنا للخضار بتاعي بتاع الطاجن. بصلتين كده حلوين ترانشات، فلفل رومي وواحد حامي، طماطمايه شرايح، فلفل ألوان، جزر، فصين توم. خلاص. هاجي هنا في حلة، هحط معلقتين زيت، وهنزل عليهم بالبصل. هشوحه تشويحة بسيطة، مش عايزاه يدبل ولا ياخد لون. هشوحه تشويحة بسيطة. وبعد كده هنزل عليه بالخضار بتاعي، اللي هو بقى الطماطم والجزرية الصغيرة والفلفل الأصفر والثوم والفلفل الأخضر والحامي. بعد ما يتشوح هنزل عليهم بمعلقة صلصة طماطم، والملح والفلفل وسنة كاري وشوية بابريكا، بس عشان بس الخضار بتاعي يبقى متبل كده وطعمه حلو. هقلب الكلام ده كله كويس. هاجي بقى هنا عندي طاجن سخن، طاجن بتاعي، او ما عندكيش طاجن اعمليه في بايركس. هنزل بنص الخضار بتاعي من تحت. خلاص. وبعد كده بقى هنزل اللحمة استوت 3/4 سوا. هشيل بقى اللحمة كده، هنقضها من الشوربة وهحطها كده رصها في الطاجن. اه شايفين الطاجن بيغلي بسرعة ازاي؟ عشان هو سخن. لان الطاجن عامة بياخد وقت جامد عقبال ما بيسخن. فانا اوريدي سخن والخضار بتاعي سخن، فهيغلي على طول. حطيت اللحمة وهنزل عليها بقى بباقي كمية الخضار. خلاص. والحلة اللي انا عملت فيها الخضار دي هحط فيها معلقتين شوربة، عشان حرام ناخد البهاريز اللي في قلب الحلة دي. معلقتين شوربة كده، وهنزل بقى عليهم في الطاجن، عشان ده صوص عشان يسويلي بقى بقية اللحمة مع الخضار. هقفل بقى عليها بالفويل، واسيبها بقى في الفرن لمدة تقريبا يمكن نص ساعة. اللحمة بقى هتطلع دايبة، والصوص كده بقى داخل فيها، وهتبقى خطيرة. بجد ريحته فظيعة وجميل جدا. اهو شايفين بقى، هنا كده بيغلي. خلاص بقى هشيل بقى انا هنا الفويل من عليه، وهفتح عليه الشواية بقى ياخد لون ويبقبق كده، ويبقى طعمه خطير. قدميه بقى مع رز بشعرية، رز ابيض. شايفين جماله؟ جربوه ان شاء الله هيعجبكم. باي باي.